لا قديم يعاد ولا جديد يذكر. الأهلي بيصعد للدور قبل النهائي في بطولة أفريقيا بعد الفوز على الهلال السوداني في مباراة العودة بنتيجة 1-0 في موريتانيا. الأهلي لعب مباراة عادية جدا، يعني ماتش عادي جدا، ما فيش فرص كتيرة، ما فيش أهداف ضايعة، ما فيش أي حاجة، ما فيش جمل. الاهلي فاز بشخصيه البطل، يعني الاهلي فاز بشخصيه البطل مش اكتر من كده، بالذات في ماتش النهارده منتهى الصراحه والامان. يعني فرصه في الشوط الاولاني او فرصتين في الشوط الاولاني. الشوط التاني استحواذ باص من الفرقتين، مفيش فرقه مستحوذه بالظبط على المباراه. كوره من هجمه مرتده من باص رائع، بصراحه من باص رائع 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 من طاهر محمد طاهر البديل لامام عاشور، اللي كان محظوظ بصراحة ان الكرة دخلت جول. يعني هو شايطها بس ما تشطش كده وما تروحش كده، يعني في الإعادة الكرة ما تروحش كده بالمنظر ده. بس أداء الأهلي زي ما بيقولوا كان كولر عايز من الماتش التعادل، فلما جه الفوز قال وماله، يعني قال الحمد لله كويس زي الفل 100 100 ليه لا. برضه طاهر لما نزل كرة تانية لإمام عاشور بعد الهدف، وطاهر لم كويس ودخل بيها بس ضاعت وطلعت ضربة ركنية. بمنتهى الصراحة مباراة عادية جدا 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 جدا. على الجانب التاني الفرقة اللي الأهلي مستنيها الفايز من الترجي الرياضي التونسي، والفايز من سوري الترجي الرياضي التونسي وميلودي سان داونز. انا كان نفسي اقابل الترجي التونسي بمنتهى الصراحة، انا واحد كان نفسي اقابل الترجي التونسي. ملاعب نظيفة محترمة، بنلعب في وقت كويس، ما بنروحش في جنوب افريقيا ونتعسف. نلعب الساعة 3 العصر والساعة 4 العصر، ودرجة الرطوبة 85 والحرارة 95. بس الاتحاد الافريقي شايف ان ده الصح، فعادي مع الاتحاد الافريقي. انا كان نفسي الترجي يفوز وكنا نقابل الترجي بمنتهى الصراحة، ولكن نتيجة تعادل 0-0 في المباراة التانية ميلودي سان داونز بيفوز بنتيجة المباراتين، ويحدد موعد جديد مع الاهلي في قبل النهائي. على الجانب الاخر بقى او الجانب التاني او الناحية التانية خالص، بيراميدز بيخسر من الجيش الملكي 2-0، ولكن بيصعد بمجموع مباراتين لانه كان فايز في القاهره 4-1 و2-0. الجيش الملكي فاز، الجيش الملكي خرج، عمل مباراه جميله بجد، يعني عمل مباراه جميله جدا جدا جدا. يعني كل اللقطات اللي انا كنت بشوفها من الماتش، الجيش الملكي كان ماسك كوره، في كرة في اخر الشوط الاولاني هدف لبيراميدز واتحسبت ضربة او اتحسبت اوفسايد، بس هي فعلا كرة اوفسايد بصراحة يعني. وبرضه فرحان ان بيراميدز مكمل، يعني انا فرحان برضه ان بيراميدز مكمل في البطولة بمنتهى الصراحة. و... ودي كويسة، يعني هي دي كويسة لغاية ما نشوف الحجة بتاعت مجلس إدارة النادي الاهلي. انا واحد من الناس حتى الان غير راضي عن مارسيل كولر، غير راضي عن اداء النادي الاهلي اللي هو السبب فيه توظيف اللاعبين غلط، برضو للمباراة الرابعة على التوالي مثلا ولا المباراة الخامسة على التوالي تقريبا. ولكن الفوز جه. المباراة الجاية لينا قصاد بيراميدز في الدوري المصري، ولسه ما حدش عارف ظروفها ايه، ولسه ما حدش عارف اي حاجة عنها. وبعدين نستنى بقى ايه، نشوف هنعمل ايه مع بيراميدز اذا فزنا ان شاء الله على سان داونز في الماتش بتاع جنوب افريقيا. الف مبروك للاهلي، والف مبروك للجماهير الاهلاويه. ويا رب مجلس اداره النادي الاهلي يكون بيفكر في مستقبل الفريق، لان مفيش حد مقتنع بشكل الفرقه الاهلي، بشكل فرقه الاهلي مع مارسيل كولر، خاصه في الموسم ده او السنه دي. الماتش بتاع النهارده يثبت الكلام بتاعي. الاهلي ماسك كوره بس مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه في الشوط الاولاني، مفيش الهوا. الفرقه بتاعت الهلال لما جات لك برضو القاهره انت ماسك كوره بس برضو مفيش اي حاجه. جول من كوره طايشه كده، بيقولوا محمد هاني شاطها في الزحمه دخلت هدف.
الحمد لله على الفوز، الحمد لله على الصعود والتأهل. مبروك الأهلاوية، وإن شاء الله إن شاء الله يا رب القادم يكون أحلى. تصبحوا على خير يا كل أهلاوية.